عنها دلوقتي هي اكتر قطعه انا بحبها فيهم، مش موضوع كشكل على قد ما هي اكتر قطعه عمليه واكتر قطعه لبستها وقت ما خلصتها. ده طبعا هو برضو لقيت عليه الحاجات اللي هي لونها ابيض دي، انا بجد مش عارفه هي جت من فين. ده رهيب يا جماعه بجد. هو انا عملته بفتله لانا جولد فاين مع فتله سلك مهير اسود. الغريب ان الفرق ما بين اللانا جولد فاين وسوبر لانا، مع ان لانا جولد فاين ارفع ب 100 متر او اكتر من 100 كمان، لكن هو مش باين ان هو ارفع خالص. يعني لو قارنا الغرزه بتاعته بالغرزه اللي هوريها لكم كمان شويه، هو مش ارفع ولا حاجه. الفكره في ايه؟ الفكره ان لانا فاين هو 50% صوف، فهو حتى لو 390 متر لكن هو فيه سمك وخشن طبعا عن لانا فاين كتير، لكن ده لازم بخيط خشن. يعني الستايل ده نفسه بالجو بتاعه هو ما كانش هيبقى حلو لو بخيط ناعم قوي. البلوفر ده بيدفي جدا، هو اكتر كده انا بلبسها انا بكون عايزه حاجه فعلا تدفي وفي نفس الوقت تكون مريحه، مش مزولاني. او هو اكتر قطع فيهم عمليه، وانا ببقى عايزه البس حاجه مريحه، انا مطمنه ان هو مش فجاه رقبتي هتبان، او ان انا في حاجه فيها مضطره اعدلها او هكذا. فهو مريح جدا، بلبس بنطلون وطرحه وتمام جدا. يعني هو شيك جدا بدون مجهود، هو تحس انه بلوفر قوي. ف انا ده من القطع مدى اهميته بالنسبه لي مش عارفه اتكلم عنها على قد ما هي تتحس فعلا. انا بجد بلبسه كتير جدا. البلوفر ده بنبدا هو رجلان، بنبدا بعدد غرز معين، نعمل تزايد سطر وسطر. هو سهل، الطريقه بتاعته نفسها سهله، لكن بياخد وقت شويه لانه عباره عن ريبنج كله 3 امامي و2 خلفي. فتخيلوا الريبنج اللي اصلا في العادي بياخد مننا وقت لو بتعمليه بلوفر كامل بقى. انا عاملاه طويل، هو مناسب ليه ان هو يكون طويل واسع، الكم بتاعه واسع. من القطع اللي بتدفي بطريقه رهيبه، يعني بيدفي قوي. انا دلوقتي اصلا الجو برد شويه، فمجرد ان هو في ايدي لا هو دافي. الشكل بتاع الرجلين بتاعه مش عارفه يبين ولا لا، بس هو حلو قوي. هو خط في النص والتزايد بيكون على الجانبين منه. طريقته سهله زي ما قلنا، مفيهوش حاجه. المفروض ان الضفيره دي كانت تطلع اوسع شويه، بس هي طلعت مني ضيقه، بس مش مهم. عايزه اعمل واحد كمان، انا شفت منه الابيض كان حلو قوي قوي، اوف وايت يعني مش ابيض ابيض، كان حلو قوي. فاعتقد ده هيكون خيط متوفر بسهوله اني اعمل الابيض. يعني هو اللي انا قلت هلاقي ابيض بسهوله، والسلك المهير الابيض بيكون متاح يعني. ف مش عارفه امتى، لكن ممكن في الصيف، لان في الصيف بيكون وقت مناسب قوي للقطع اللي هي مش مستعجلين ان احنا نلبسها، وفي نفس الوقت بتكون محتاجه وقت شويه. فدي من القطع اللي يا جماعه بجد اعملوها. يعني مجرد ان انت تعمليها هتلاقي نفسك بتعمليها كذا مره، لان هي فعلا عمليه جدا. بصوا اللي بقول لكم عليه فجريتي، عمليه جدا، مريحه جدا. ودي فعلا قطعه تعمليها عشان انت محتاجاها، مش موضوع ان انت بتشتغلي تركو او هكذا لازم تعملي حاجه، لا دي انت بتعمليها عشان انت فعليا محتاجاها. اول ما عملته طبعا كان وانا بقيسه قبل ما اعمله بلوكينج كان ضيق جدا،
لان ده ريبنج، والريبنج بيكون ده كله بيكون داخل في بعضه شويه. وقت ما بتشتغليه بتبقي حاسه ان هو مستحيل مقاسه يبقى تمام. اول ما بيتفرد ويبقى كده بيوسع الضعف، يعني بيوسع بشكل رهيب. انا بالنسبه لي هو مش واسع، يعني هو ستايله واسع، فهو يعني مش اوسع من اللي انا محتاجاه. لكن يعني ما تتخموش وانتوا بتعملوا الحاجات دي في نقطه المقاس. يعني مش معنى ان هو طلع وانت بتشتغلي ضيق شويه معناها ان انت تفكي وتوسعي. اوقات لازم تفكري الغرزه اللي انت شغاله فيها طبيعتها ايه. في غرز فعلا زي دي بتكون لا، انت لازم تكوني عامله حسابك ان هي هتوسع شويه حلوين. الريبنج بتاعه من تحت ممكن يكون واسع شويه بس مش قوي، مش زي التاني، مش زي سويتر نمبر 9. لا ده تمام. الكم هنا طويل، يعني طويل بس هو يعني مش ان هو طويل عاوز يتاثر. انا اوقات بحب الكم يكون لحد هنا كده، فهو كده يعني الكم انت ماسكاه بايدك، فده بيكون لطيف قوي لان اوقات كتير بعمل كده. فده بقى مش محتاجه ان انا اشده. الرقبه بتاعته دوختني جدا، مكانتش راضيه تظبط معايا خالص. هي عاملاها اللي هي رقبه طويله وبنتنيها ونخيط. لما عملتها كده فده ما ظبطش معايا قوي، ففكيته وعملتها ريبنج عادي 1 باي 1 وقفلت بايطاليان كاست اوف وبس. فهي كانت انسب في ده. شفت كذا حد برضو كان عامله كده فحسيت ان هو حلو قوي. هما كانوا عاملين اطول شويه، رقبه اطول، لكن هما مش محجبات فبيكون باين الجزء ده. انا حسيت ان انا مش محتاجه ده، فده كان بالنسبه لي تمام قوي عشان ما يخنقنيش. فده بالنسبه للقطعه دي. وممكن دي اكتر قطعه لبستها من وقت الشتاء ما بدأ، يعني لان عندي كذا بلوفر دلوقتي وحاجات كتير عملتها، بيكون صعب اني اقرر كتير البلوفرات. لكن دي انا بقررها بشكل مش منطقي. يعني انا اصلا مش بحطها في الدولاب، انا حطها على الترابيزه جنب السرير علشان بسحبه على طول، فيعني ما بيدخلش الدولاب حتى. القطعه اللي بعد كده هي ده. والاول مره اعمل كولر وورك، ما عملتش قبل كده اي حاجه فيها كذا لون مع بعض. في الوقت ده انا كنت قررت ان انا مش هبدا قطع جديده يا جماعه، انا محتاجه ان انا اخلص القطع اللي عندي، اصور حاجات كتير، فاحنا مش هنبدا قطعه جديده. طبعا اي كلام. انا شفته هو فيديو على اليوتيوب، لو حد عايزه يقول لي وانا ابعت له اللينك بتاعه. ما كانش عندي خيط مناسب ليه، والستور بتاع الخيط اللي هنا ما فيهوش انواع قوي، يعني حاجات كلها في العادي انا مش بستخدمها في التركو. بس قلت انا بجرب، وانا يعني عادي، هو طالما خيط مش غالي فانا هجيبه واجربه. بيس بيركم، هو ناشف، غرزه شويه مش متساويه قوي، لكن قلت هي تجربه وانا قفلت معايا ان انا هجرب، خلاص هجرب. جبت اللونين دول، ده من قريب. انا حاسه ان هو بالنسبه ان دي اول مره اعمل فيها حاجه كذا لون في بعض، فانا تمام جدا. يعني توقعت الموضوع يبقى اسوأ من كده. وده الشغل من جوه، يعني هوريه لكم. ده الشغل من جوه. يعني حاسه انه كويس جدا لحد اول مره يشتغل حاجه كولر وورك. اللي خلاني افكر اعمله لما استعملت خيط سوبر لانا ولانا جولد فاين، حسيت ان هما هيكونوا مناسبين قوي في حاجات كولر وورك. كانت بتبقى عاجبني حاجات، بس لان عندي احساس ان انا ما عنديش خيط ينفع، او ان مش متاح في مصر اصلا خيط مناسب، فكنت يعني خلاص انا اصلا مفيش خيط اعمل بيها.
لما جربت لانا سوبر لانا وشفت صورة لحد عامل بيه كولر ورك كان تحفة، فحسيت انه لا، طب ما اهو ينفع يتعمل بيه. ما كنت مستعجلة عايزة اجربه بسرعة، فما فيش وقت اطلب اونلاين لانا سوبر لانا، فقلت هجرب في ده، تمام تمام مش تمام خلاص. فعملته، انا عاجبني شكله جدا. هو كان عاوز يطول شوية، الريبنج بتاعه كان عاوز يوسع شوية، زي ما قلت هو كان تجربة. تفاصيله حلوة قوي، الكالر ورك بتاعه نفسه انا عاجبني الالوان دي، الباترن بتاعه نفسه حلو قوي. اللونين مع بعض، الابيض مع الرصاصي، اصلا انا بحبهم. ما لبستوش لحد دلوقتي ولا مره، لسبب هو قصير فمحتاج الشميز تحته. المشكله اني محتاجه الشميز يكون طوله يعني اطول جزء كده مثلا، ومش لاقياه خالص. كل اللي بلاقيه قصير قوي يا طويل جدا، مش لاقيه واحد يكون مقاس تمام. فللاسف لسه ما لبستوش. مش لاقي طريقه معينه اعمله ستايلنج بيها يظبط معايا يعني لسه. فانا عاجبني قوي. بالنسبه لطريقته، احنا بنبدا بالرقبه، بعد كده بنعمل شيب انه يبقى فيه يعني، بصوا هنا مفيش بين ده والرقبه كتير، لكن هنا في جزء كبير علشان يبقى الظهر اعلى. وبعد كده بنبدا في الباترن بتاعنا. ممكن كان وقت ما بشتغل فيه بس كان بيبقى تغيير الالوان وكده، انا بحط الخيط زي ما بشتغل طبيعي، انا بشتغل كونتيننتال، فالخيط على ايدي الشمال والخيط التاني بيكون على اليمين، فانا بقدر اغير بسهوله. يعني لو بشتغل بالابيض فانا بحط الابيض، بشتغل بالرصاصي بحطه، فبيكون الموضوع سهل يعني. ممكن بس بيبقى لان نوع الخيط ده مش سلس على الابره، هو كانه مش مكهرب، عارفين بيتحرك بصعوبه شويه، فده اللي بيخلي الموضوع شويه انه بياخد وقت يعني. لكن لو خيط تاني ما اعتقد الموضوع هيبقى الطف كتير. فمجرد ان انت بتخلصي الجزء اللي فوق ده خلاص، بيبقى انت الباقي كله ستوكينات، ف مفيش حاجه، بيكون الموضوع اسهل كتير. الرقبه برده هنا حطيت لها استك علشان كانت واسعه شويه، فده خلاها مرسومه اكتر. التفاصيل بتاعت نفسها والباترن اللي هنا وكده خلى الدنيا لطيفه قوي. مش عارفه هعرف الاقي شميز الشتا ده يكون مناسب ليه ولا لا، اتمنى بصراحه. هحاول اظبطه كده. او ده الخيط اللي بقولكوا عليه يا جماعه، اللي هو الابيض ده، مش عارفه باين ولا لا. ما هو الميزه فيه اصلا ما بيبقاش باين، بس اهو ده. فهحاول اظبطه. مبسوطه ان انا جربت اول حاجه كلر ورك عشان اكسر الحته دي، او الاقي اني اعمل حاجه فطول الوقت عماله اقول هتاخد وقت، هتبقى صعبه، مش عارف ايه، ااجل الموضوع. لا، حاسه انه كده كويس ان انا اقدر اعمل حاجات من اللي كانت عجباني. بفكر في واحد كان عاجبني قوي، مش فاكره اسمه ايه، بتاع بتيت نت، كان عاجبني جدا. فبفكر اني ممكن الشهر ده، ممكن اعمله الشهر ده، مش عارفه. عايزه اشتري خيط، ما عادش عندي خيط خالص تقريبا، فبفكر ان انا اعمله. هو 6 الوان في بعض تقريبا. ف بس القطعه التانية هي ساندي سويتر بتيت نت. القطعه دي انا كنت مخلصاها المره اللي فاتت، كانت فاضل بلوكينج تقريبا وانضف الخيوط. انا عندي معاها مجموعه من المشاكل. اول حاجه لحد دلوقتي ما لبستهاش ولا مره، لانها محتاجه برضو شميز يكون اطول شويه منها، بس حتى لو موجود انا مش عارفه. اول حاجه لونها، يا جماعه هي مش اوف وايت ومش ابيض، هي على اصفر شويه. تنسيق اي حاجه عليها بيبقى صعب قوي يعني.
الموضوع فعلا مش عارفه. انا عندي منها الاحمر وده بحبه جدا، فده اللي شجعني لما اشتريت الخيط ده ان انا اعمل نفس التصميم. لكن ما اخدتش بالي وقتها ان نوعيه الخيط الاحمر اصلا كانت غير دي. التاني كان سلك مهير على شويه صوف وناعم، ومش مش عارفين لما حاجه مشدده شويه، يعني ده غريب كده. متخيل انه هيديني نفس الشكل، والحقيقه ان ده ما حصلش. اداني نفس الشكل لكن مش نفس الفكره، يعني مش نفس الفيتنج. هو من تحت ضيق شويه، محتاج يتفك ويتعمل ريبنج من الاول. هعمل ده في حاله ان انا عرفت اظبط له ستايلنج مناسب يكون شكله حلو فيه، والمشكله الوحيده انه من تحت ضيق فهفكه واعمله. مش عارفه ممكن يتظبط ازاي. اعتقد المشكله ان انا مش محتاجه له قوي عشان عندي بلوفرات كتير، ف طول ما الحاجه مش مبهره بالنسبه لك وانت عندك حاجات غيرها بتحبيها، هتلاقي صعب قوي عليك ان انت ترجعي تظبطيها. بس انا اكيد عايزه اظبطه تاني. الفكره انا شفت ناس بتلبس بلوفرات على سكيرت بتبقى حلوه قوي. هوريكم كارديجان نمبر 9 كانت في بنت لابساها على سكيرت كان تحفه قوي. فكرت ان ده ممكن ينفع بنفس الطريقه، اعتقد ممكن يبقى حلو وقتها. بس المشكله ان ده مش ستايلي قوي، بس ممكن احاول. مش عارفه هحاول معاه. هو الكم بتاعه حلو، انا بحب الكم بتاعه. مشكله معاه زي ما قلت ان هو قصير، ودي حلها في سهل ان هو في شميز يعني. الريبنج هظبطه، مش عارفه وقتها هل ممكن وقتها يعني يتظبط ولا لا او ايه، لكن اتمنى، لان ما بحبش اعمل قطعه في الاخر ما تتلبس يعني. القطعه اللي عليها الدور هي كارديجان اطفال. الكارديجان ده انا كنت عملته قبل كده، هحط لكم صوره اول مره عملته فيها. كان عيد ميلاد بنت صاحبتي، و شفت صورته عجبني جدا، فكرت ان انا اعمله. اشتريت الخيط وقتها من 6 اكتوبر، كان 100% مورينو، وكان خيط رهيب يا جماعه بجد، من اجمل الخيوط اللي استخدمتها. الكارديجان ده انا كنت عايزه اعمله توتوريال على اليوتيوب، فيديو تعليمي. كلمت 6 اكتوبر وكذا مكان اسال على نفس الخيط، ما لقيتهوش خالص، ما عادش بينزل هنا. وكمان قلت طب انا لو لقيته ما غيري ممكن ما يلاقيهوش، لانه بجد صعب ان الاقيه، وفعلا دورت كتير ما لقيتهوش. فقلت خلاص انا هعمله بخيط يكون متاح اكتر شويه. كان عندي خيط لانا جولد، مش فاين بقى، لانا جولد العادي اخضر، وانا شفت الكارديجان ده حد كان عامله بلون اخضر كان حلو قوي، فكرت ان انا هعمل الفيديو بتاعه بالاخضر. الفيديو خلصان، فاضل فيه بعيدا عن الايديت وكده، فاضل اني اعمل البوب كورن في البلوفر في الكارديجان الاولاني اللي عملته، واللي هوريه لكم كمان شويه التاني التالت برضو. البوب كورن عملتها فيهم وانا بشتغل بالابره كروشيه، لكن وانا شغاله في القطعه نفسها مع كل دور يعني. لكن في ده انا فضلت ان انا اعملها بعد ما اقفل الشغل خالص، علشان لو ده اسهل لكم شويه، يعني حاسين ده يكون افضل لكم ان احنا بعد ما نخلص نحدد مكان البوب كورن ونعملهم. فاحنا بنبدا بالرقبه، نعمل الشيبنج بتاعها عشان يبقى الظهر اعلى شويه، وبعد كده بنمشي رجلين عادي. الفكره هنا ان اول حاجه الكم عريض شويه، اول حاجه عشان شكل ده بيبقى شكله حلو قوي. تاني حاجه لان الاطفال دراعهم رفيع، لكن بيبقوا لابسين كتير، بيبقوا مكعبرين كده قوي، فاعتقد بيكون اريح للام ان يكون القطعه الكم بتاعها فيه واسع شويه مش مظبوط. الخيط ده كان حلو قوي فيه بجد، كان مناسب جدا ليه، سمكه كمان مناسب انه يدفي الاطفال. الريبنج بتاعه حلو قوي. مفضلش فيه كتير اعتقد ان شاء الله،
فكرة في الايديت بس. وانا بعمل ده عمه مراته جابت بنوته، فقررت ان انا عايزه اعمل لها واحد يكون احمر. طيب انا مش عارفه اطلع من دماغي برضو فكره ان المورينو. قعدت ادور لقيتهم بيتكلموا عن نوع خيط جديد اسمه اوليفيا. وقت ما قريت البيانات بتاعته قبل ما اشتريه، هو مكتوب مورينو، لكن هو مكتوب في الوصف بتاعه 80% اكليريك، 20% ناتشورال وول، 20% صوف. فانا قلت ممكن هو صوف طبيعي مش صوف مورينو، ومسمينه كده عادي. فقلت يعني ده 50% صوف، التاني ده 20% صوف، لانا جولد 50% صوف. طب صوف بصوف ما لانا جولد احسن. بس قلت اجرب، ما ممكن يكون مورينو فعلا. وكمان سعره كويس قوي، ده ال 50 جرام ب 33 جنيه. فقلت خلاص انا هجرب، ما نفعش خلاص، مش اول مره هنجيب خيط وهيبقى مش مناسب يعني. اشتريته من، هحط لكم برضو الاسم اللي انا اشتريت منه عشان مش فاكره. وطلع مورينو يا جماعه، مش بيكذبوا، لا. ناعم جدا، هو الفتله سميكه، اللي هو السمك المناسب للمورينو. اليز بيبي وول كان ال 100 جرام، ال 50 جرام 90 متر، ده ال 50 جرام 100 متر، فهو تمام جدا مناسب، فهو تمام جدا. اشتريته. هو الفكره بس انتوا تجيبوا كميه زياده يا جماعه، لان البقره بتخلص بسرعه. اول ما جبته ما كنتش هعمل نفس الكارديجان ده، كنت عايزه اعمل ستورم سويتر بتيتنات. كنت شفت بنت قبل كده عامله لنفسها بنفس الدرجه دي من اللون، وكان حلو قوي. ده شكله، ده شكل الباترن بتاعه. الجلد دي انا عملتها ببقره كامله، يعني بقره عملت الجزء ده، فالبقره مش بتعمل كتير يعني دي ببقره. فانا الاول قلت خلاص هعمل ستورم سويتر اللي هو الاطفال، ولما مناسب بعد كده اعمل لنفسي. وعملت دي، وطلع الخيط فيها تحفه يا جماعه، بجد الخيط حلو قوي في الغرز دي. لان الفكره في الغرز دي ان هي عاوزه خيط سميك، وفي نفس الوقت ما يكونش مخليها بارزه قوي، تكون كانها فلات شويه، يعني مش بارزه. هحط لكم صوره البنت اللي كانت عاملاه بدرجه لون قريبه من دي، كان عاجبني جدا. فقلت خلاص انا هعمله. بس ماما قالت لي ان اول حاجه هو ستورم سويتر هو بلوفر مقفول. قالت لي كارديجان يكون افضل للاطفال في السن ده، نيو بورن بيكون افضل حاجه مامتها تعرف تلبسها لها وتقلعها لها. وكمان قالت لي انه غرز تقيله قوي كشكل على طفله كتير، على طفل قوي لسه مولوده. فانا بصراحه اقتنعت، حسيت ان ده يعني هيحتاج انسه او حد كبير علشان يكون واضح عليه. ف قررت ان انا هعمل لنفسي ده، بس مش دلوقتي. اهم حاجه ان الغرزه بالنسبه لي طلعت مظبوطه، عرفت اوصل لها عشان مفيش باترن طبعا. تمام. فقلت خلاص انا هعمل نفس الكارديجان. انا اصلا من الاول كنت عايزه ميرينو عشان اعمل بيه الكارديجان ده، وعملته. في الكارديجان ده انا عملت البوب كورن وانا بشتغل على طول. تمام. هو اسمك من التاني طبعا علشان فرق سمك الخيط. ما عملتش بوب كورن كتير في الظهر. بس يا جماعه بصوا المورينو في الحاجات دي بيبقى، بصوا كمان هيبقى فيه توتوريال فيه، فهيكون شرح كامل لكل حاجه فيه. لكن ده مناسب جدا لو عايزه تهادي حد، صاحبتك جابت بنوته او ولد حتى، اختلاف اللون مش اكتر. وعلى فكره بشوف الاطفال صغيره لابسه احمر على الولاد بيبقى تحفه.
سريع وفي نفس الوقت تظبيط مقاسه سهل، لو طلع واسع منك شويه هيلبسه السنه اللي بعدها. ومش بياخد وقت وقيم، يعني من القطع اللي تحس ان هو شكلها حلو وانت بتهدي بيها حد، او لابنك انت او بنوتك انت هيبقى حلو قوي برضو يا جماعه، لانه بيدفي بشكل رهيب. هو فعلا تقيل قوي قوي. في الجو ده يبقى حلو قوي للاطفال، ان انت مش محتاجه تحطي ليرز فوق ليرز وخلاص، لا هو يدفي. مش فاكره اخد قد ايه بالظبط، بس على الاقل خلي معاكي 400 جرام اللي هو 8 بكرات، يعني خلي معاكي 800 جرام 400 جرام. الزراير بالنسبه لي برضو هنا كانت حلوه قوي، على عكس الاخضر. انا هنا مقتنعه ان دي الزراير المناسبه لي. واضح ان في كل الحالات اللي عجباني فيها الزراير كانت زراير المعدن، بس انها كانت مناسبه على الالوان بتاعتها، فانا مش عارفه اتجاوزه بصراحه، عجبني قوي، فاتمنى يعجبهم. فبس كده، انتظروا ان شاء الله الفيديو بتاعه. بالنسبه للزراير هنا انا مش مقتنعه قوي، مش مبسوطه منها، مش مقتنعه، حاسه ان كان ممكن يكون في زراير الطف، لكن انا مش لاقيه في السوق هنا زراير تانية. المنشيه ممكن يكون فيها، لكن انا مش عارفه اروح الشهر ده اسكندريه. ممكن بعد كده ابقى اغير الزراير دي قبل ما هادي بيها حد، بس هي مش وحشه، انا بس حاسه ان انا مش 100% مقتنعه يعني، لكن حاسه هي ممكن تكون انسب حاجه لي. ما جربت حاجات خشب افتح شويه ما كانتش تمام قوي، فده بالنسبه للقطعه دي. اخر حاجتين معانا من القطع الخلصانه، واللي المفروض الفيديو بتاعها هينزل بكره ان شاء الله الحد. دي بيني ايس كاب. انا شفت الصوره على بنترست وعجبتني، فقررت ان انا اعمل لها فيديو. هو عباره عن ان احنا بنبدا عدد غرز معين، 2 امامي و2 خلفي، وبنوصل لحد هنا في 18 غرزه هنا في النص، بنتناقص قبلهم وبعدهم لحد ما بنوصل ان مفيش غير ال 18 غرزه بنقفلهم مع بعض. فهو سهل مش صعب، هو بيكون طويل كده و بنقفله. انا بحب شكله. دي بابا اللي بيلبسها مش انا، علشان ماتشات محمد صلاح بتكون متاخر، فلما بيطلع بيكون الجو برد، فبابا اللي بيلبس دي. بعد ما خلصت دي عملت واحده تانية، دي عملتها بخيط اليز بيركام، كان لطيف فيها برضو، لكن دي عملتها بالخيط ده، كان متبقي منه شويه، اعتقد متبقي لسه شويه برضو، فعملتها بيه. الخيط ده حلو قوي. بصوا دي فكره بقى ان هو كنت بقول لكم على البلوفر ده ان هو الخيط طري، بصوا يعني كده ما هوش سميك بس طري. الفيديو بتاعهم هينزل واتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. ندخل على القطع اللي لسه مفتوحه او اللي ما خلصتش. اول قطعه فيهم واللي انا مش عارفه ليه لسه ما خلصتش، لان انا بجد محتاجاه وبجد عاجبني، هو ده. اعتقد هو مش باين قوي دلوقتي. ده سليبوفر، برضو كنت بقلب كده على البنترست فشفت حاجات كلها قط بالاحمر عجبتني، قعدت افاضل ما بينهم. في الاخر قررت ان انا اعمل مش فاكره اسمه، بس هو من بتيت نت. ده شكله، هحط لكم صورته عليها، وهحط لكم
الصورة ده وانا بقيسه كده في الاول. فهو ده انا عملته بفتلتين، فتلة سوبر لانا ومعاها سلك مهير. الغرزة بتاعته من قريب دي نفس الغرزة او نفس الكومبينيشن الخيط بتاع كارديجان نمبر 9. فهو حلو قوي، الخيط مع بعض يا جماعة فظيع. في الجزء الاولاني منه البادي نفسه هو مش بياخد وقت خالص، يعني الجسم بده بالريبنج اللي في الكتف وكده مش بياخد وقت. المصيبة هنا انا بنسى اسم الجزء ده، بس هو احنا بنلقط غرز من هنا ونعمل سطر غرز امامية بس والسطر الخلفية بس وهكذا. هنا انا كنت لاقطة تقريبا حاجة و50 غرزة، مش فاكرة بالظبط، في كل واحدة بتتعمل مرتين. الفكرة مش في العدد على قد ما هي ان دي بتاخد وقت قد مثلا نص الجسم، دي اخدت وقت غير طبيعي. انا خلصت ده في يوم ونص، الجسم بكل حاجة، على اساس ان انا كنت محتاجة بسرعة، كنت عايزة البسه يعني الاسبوع الجاي وقتها. وهو بصوا الريبنج بتاعه هو ريبنج طويل، فلما عملت دي انا ما توقعتش اطلاقا ان هي تاخد كميه الوقت ده. كانت اول مره اعمل الطريقه دي، فانا عارفه الناس كلها بتكرهها لان هي بتاخد وقت كتير، بس انا ما توقعتش ان هو للدرجه دي. يا جماعه دي بتاخد وقت غير طبيعي وغير مبرر بجد. مش عارفه هتاخد قد ايه. فخلصت دي وفاضل 3 لان هي في كل يعني واحده هنا وواحده هنا و2 الاتجاه التاني، فبياخد وقت كتير قوي قوي قوي. ما خلصت واحده وكنت مش قادره فسبته، محتاجه اخلصه عشان عاجبني. الاحمر فيه كمان الدرجه بتاعته حلوه قوي، مناسب كمان لفكره ان لما يبقى متبقي عندك خيوط كتير. انا عايزه الرقبه بتاعته تكون كده، هطول لسه شويه عن كده كمان. زي ما قلت لكم هو سهل ما فيهوش حاجه، الفكره بس في الوقت اللي بتاخده الريبنج بتاع الجناب بتاعته بياخد وقت كبير قوي قوي. لكن الحقيقه هو من الحاجات اللي يعني الفكره فيها في تظبيط الشغل بتاعها ان هي يطلع شكله حلو، لان هي تفاصيلها حلوه. يعني هي بصوا هي تفاصيلها حلوه، فمحتاجه ان هي تطلع فعلا مظبوطه، علشان ده كمان من الحاجات اللي كانك شاريها قوي، فانت مش عايزه تبقي لابساه وانت حاسه ان في حاجه مش مظبوطه حاجه كده. فانا عشان كده قلت لا انا هديله وقته، علشان ما بقاش بعمل الباقي وانا عايزه اخلص وخلاص فبقى مش مرتاحه. فقلت لا انا هخلص الاول اسيبه على جنب اعمل حاجات تانية وارجع له بعد كده. يعني القطع اللي بدات فيها برضو واللي المفروض كانت تبقى خلصانه هو ده. ممكن ده مش باين قوي في الصور، بس بجد يا جماعه هو في اللبس حلو قوي. سويتر نمبر 14 ولا 11 مش فاكره، هحطلكوا رقمه. انا كان نفسي من زمان اعمله، لكن مش عارفه كنت متخيله ان علشان الرقبه 7 مش هتبقى مناسبه مع الطرحه، لكن الحقيقه انه لا، يعني اول ما عملته وقست مع الشميز بيبقى حلو جدا. الخيط ده فاكرين لما قلت لكم ان اوقات بتجيبي خيط مهير مشعر ويطلع خشن؟ ده كان خشن بطريقه وحشه قوي. هو ده ماشي. كنت جايبه كمان خيط صوف طبيعي درجه جينز كده رفيع قوي، فلما جربت احطهم مع بعض
خلاه انعم شويه، او عارفين قفل على الخشونه بتاعه الخيط المشعر، فخلاه يحتمل يعني تمام، اقدر البسه وتمام. بدات فيه وما اخدش يا جماعه وقت نهائي. الريبنج بتاعه بيبقى طويل شويه 13 سم تقريبا، وبيكون واسع. هو شكله انا شفت كتير عاملينه بنفس الالوان دي، نفس درجه اللون ده، كان حلو قوي، فعشان كده فكرت فيه. وبعد ما خلصت ده جيت ابدا في الكم. الخيط طلع مش هيكفي للاسف، فكلمت استاذه منال وطلبت منها لو تشوف لي لو عندها يعني من الخيط تاني. فهي قالت لي ان هي عندها 300 جرام، انا حاليا مستنياهم. بس يا جماعه بجد عاجبني جدا، سهل بطريقه رهيبه، مفيهوش اي حاجه، بيخلص بسرعه، طويل وواسع، هيناسب اي حد باي طريقه لبس بيلبس بيها. ولونه فيه تباين ما بين درجتين الازرق، مخليه حلو قوي. يعني هو مش ازرق صريح، هو فيه تباين كده واختلاف في درجه اللون لطيفه جدا. يعني قليل لما بيبقى فيه عندنا خيوط هنا تدينا الاختلاف ده، فهو عشان درجتين اللون مختلفين طلع فيه حلو قوي. فانا عاجبني، نفسي اخلصه، من الحاجات اللي عايزه اخلصها عشان بيدفي، وهيبقى دي الفتره المناسبه ليه. يعني الاحمر ممكن يتاخر شويه لانه هيبقى محتاج وقت الطف شويه، لكن دي من الاوقات المناسبه ليه قوي. فبس يعني حاسه ان انا محتاجه ان انا احاول اول ما الخيط يجي اخلصه. القطعه اللي انا لسه شغاله عليها وما خلصتهاش، واللي بعد ما عملت الكارديجان الاحمر ادركت ان انا على الاغلب عمري ما هخلصها، هو الكارديجان ده. الكارديجان ده طبعا هو شكله هنا مبهدل خالص، مش هيبان غير لما يخلص. هحطلكوا الصوره اللي انا بعمل شبهها. الكارديجان نفسه مش بياخد وقت، فاضل فيه الكم والريبنج. الريبنج مهما كان طويل مش هياخد وقت، الكم مش هياخد وقت. المشكله بقى مش هنا، المشكله ان انا كأي شخص ما عملش حاجه قبل كده كنت فاكره ان انا هقدر اعمل الريبنج اللي زي اللي في الاحمر في الجنب ده. فتخيلوا انا اخدت قد ايه جزء قد كده في الاحمر ده كله، اللفه دي كلها هتكون نفس الطريقه. فانا حاسه ان هو هياخد سنه عشان يخلص بجد. يعني انا جزء كده في الاحمر ما اخد وقت، فمش عارفه في ده هياخد قد ايه. هياخد وقت كتير قوي بطريقه صعبه. هو حلو قوي، الخيط ناعم جدا، من المرات اللي الخيط المشعر فيها طلع ناعم جدا. ده الجيب، انا خلصت الجيب لكن ما خيطتوش لسه. ده برضو من الحاجات اللي انا بصور لها توتوريال، مش عارفه لسه هتكون على اليوتيوب ولا في كورس او في ايه، لكن بصور التوتوريال بتاعها. اعتقد مش هنزله دلوقتي لان زي ما قلت لكم الجزء ده هيبقى صعب عليكم في الاول، كمان جيوب وخياطه، مش عارفه، مش حاسه ان هو هيكون مناسب ان هو ينزل في الاول، محتاج شويه وقت. يعني مش هضحك على نفسي واقول اتمنى المره الجايه اكون خلصته، لاني اعتقد صعب ان انا اكون خلصته المره الجايه، لكن على الاقل اكون خلصت الكم. فكره ان الجزء ده هي اللي دايما حاسين ده، ولو خلصت الكم ده هياخد مني وقت قوي، فده اللي قافلني شويه، لكن لازم اخلصه، ما بحبش حاجه تبقى على الابره كتير. الحاجه اللي بدات فيها برضو كانت الشراب ده. انا مش حاسه ان انا الشخص اللي ممكن يكون له في الشرابات قوي، لاني بحب الشرابات تكون تقيله، بس انا عجبني شكله. ده كان توتوريال منزلاه فلورنس، هحط لكم اللينك بتاعه. هو ده يا جماعه، شكله بجد حلو قوي قوي. في اللبس كمان بيكون واضح اكتر، بيكون شكله فعلا حلو. اللي مخلينيش اكمله هو ان انا بعمله بابره بلاستيك مقاسها 2 الا كمان، اعتقد 2 الا ربع. هي بايظه، الابره بايظه، فخنقتني بجد، ما قدرتش اكمل بيها، الابره وحشه جدا. فقلت لا، انا هستنى اجيب ابره طبيعيه اعرف اشتغل بيها.
ممكن تكون مشكلتي مع الشرابات هي الابره، لان هي فعلا الابره وحشه. ده شكله، مش عارفه هجيب الابره امتى عشان اكمله، لكن هو فعلا لطيف قوي. ده شكله، الغرزه بتاعته حلوه قوي، الكيبلز بتاعته رقيقه جدا، وفعلا هحط لكم شكله، فاتمنى اني اعرف اكمله. هو مش صعب خالص، هي شرحها بشكل حلو قوي قوي، اتمنى اني اكمله. اخر كده هنتكلم عنها النهارده عشان انا خلاص مش قادره. هي الشنطه دي، المره اللي فاتت كنت بدات شنطه تانية بس حسيت ان انا ما كنتش مقتنعه قوي، كانت في كذا حاجه ملخبطه، فقررت ان هعمل الشنطه دي لكن بمقاس اصغر. انا هنا استخدمت خيط اليز بهار، وجماعة ده افضل خيط ممكن يتعمل بيه تبستري، الخيط فعلا مختلف. اليز بهار او الجودي الاتنين حلوين جدا في التبستري، صعب استخدم خيط تالت بصراحة، يعني معالجة الخيط نفسه مختلفة سواء بهار او الجودي، فالاتنين حلوين جدا، بس دول بس اللي ممكن استغنى عن واحد فيهم بالتاني، غير كده الموضوع صعب. الجودي مصري لكن يقارن وبشدة ببهار. انا استخدمت بني واسود درجة البيج واورنج ورصاصي. الشنطة دي انا بحب الحاجات اللي هي شوية تحسيها اسواني او كده، فيها الوان كتير، والتبستري معمول عشان الالوان. انا بحب شنطة التبستري لاني انا بعرف اخرج بيها. شنطة الكروشيه العادية انا مستحيل اخرج بيها، مش مستحيل بس ما بتكونش لطيفة بالنسبة لي يعني. فطبعا هي بتاخد وقت، الشنطة علشان تعمليها مع حاجات تانية بتدخل في وقت، في شهور، لو انتي شخص بيشتغل حاجات كتير وبتعمليها برضو. فهي الشنطة فعلا هي حلوة بصراحة، انا بحب الشكل ده، بحب الالوان بتاعها، الوانها لطيفة. فاضل فيها سطر او اتنين هنا بس، والدراع بيكون تبستري برضو. انا الشنطه دي كنت بصورها، ما اعرفش هل في يوم من الايام هعرف انزلها ولا لا. دي الشنطه من تحت، فالشنطه حلوه قوي، من الشنط اللي بجد يعني مع اي طقم ساده او كده بتنطقه جدا، فانا بحبها. اتمنى اخلصها بسرعه، وبس كده كده خلصنا. اتمنى ما اكونش ضغطت عليكم قوي، انا مش عارفه هنكون دخلنا في وقت قد ايه، مش عارفه هنزله على مره او اتنين. وبس كده، نتقابل المره الجايه.